بسم الله. عملنا شوية فطاير حلوة قوي سويناهم في الفرن البسيط ده. فطاير حلوة واقتصادية وغنية وهشة وخفيفة وطرية، حاجة مفيش بعد كده. مقاديرها بسيطة جدا، تابعوا معايا الفيديو، ولو أول مرة تدخلوا القناة ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك. عندي معلقة خميرة، معلقتين سكر، نص كوباية من المية الدافية. قلبت كده علشان السكر يدوب. بعد كده غطيتها وسبتها في مكان دافي لحد ما تعمل رغوة. عندي نص كيلو من الدقيق تقريبا، يعني الا شويه صغيرين. نخلتهم كويس عشان يدخل فيهم هوا، فالعجينه بتاعتي تبقى طريه وهشه. نزلت عليهم بكيس لبن بودره، وممكن تستغني عنه، رشه ملح ورشه بيكنج باودر. تمام. الخميره اتخمرت تمام، حطيتها على الدقيق. ضفت عليها نص كوبايه من الزبادي، تقدري كمان تستغني عنه، بس الزبادي هيخلي القوام معاكي اسبونج. ضفت ربع كوباية من الزيت، وقعدت اعجن كويس لحد ما تبقى العجينة معايا ناعمة. للحشوة هاتي بصلتين متوسطتين، افرميهم ناعم. وعندي 5 فصوص من الثوم، فرمتهم برضو ناعم بالشكل ده. عندي فلفلتين، واحدة صفرة وواحدة حمرا، قطعتهم لمكعبات بالشكل دوت. وعندي ربع كيلو من السبانخ، قطعتهم رفيع خالص. مش بقولك حشوة اقتصادية وغنية وعلى قد الايد. تمام. بالنسبة للعجينة بتاعتي لقيتها محتاجة شوية من الدقيق. عجنتها شوية كده لحد ما العجينة بتاعتي متماسكة، وفي نفس الوقت بتلزق بسيط. حتة زبدة مع شوية زيت. نزلت بالبصل يدبل، نزلت بالثوم المفروم ريحته تظهر، وبدأت أضيف السبانخ. السبانخ حجمها هيقل لأن كلها مية. على نار عالية بقلب الحشوة كويس جدا. هتبل الحشوة بملح فلفل اسود بس. تقدري تضيفي سماق براحتك. نزلت بالفلفل الالوان، وتقدري تستخدمي مشروم، تستخدمي اي نوع خضار المتوفر عندك. علشان تمتص الرطوبة اللي في السبانخ، نزلت بمعلقة من الدقيق وقلبت، امتصت ما شاء الله. عند العجينة اتخمرت، عند الحشوة زي الفل. حطيت معاها جبنة فيتا، تقدري تستخدمي اي نوع من الجبنة. قسمت العجينة لكور كده، خرجت طبعا منها الهواء. تمام. وفردتها على دقيق، رشة دقيق تحت ورشة دقيق فوق. وبعد كده فردتها اي قطاعة عندك، قطاعة مدورة، اي نوع قطاعة. كوباية لو مش متوفر، بضيف معلقة صغيرة من الحشوة عليها. قطعة من الجبنة، قلتلك تقدري تستخدمي اي نوع جبنة متوفرة عندك. وهبدأ اقفل على العجينة، بقفلها على شكل مثلث. بحاول كده ان اجيب طرفين من العجينة، امسكهم في بعض لحد تلت الدايرة، وابدأ امسك الطرفين في السنتر بتاع الدايرة، وهكذا. طبعا الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 200 قبلها بحوالي ربع ساعة، عشان الفطاير بتاعتي تبقى طرية وفي نفس الوقت ما تنشفش معاكي. المثلثات اهي ما شاء الله. دهنت الصينية بشوية مسحة من الزيت، ورصيت عليهم الفطاير، غطيتها لحد ما تتخمر مرة تانية. عندي شوية لبن حليب. دهنت الفطاير بتاعتي، وبعد كده حطيت عليهم رشة حبة البركة او رشة سمسم، ممكن تستخدميها سادة زي ما هي. دخلت الفطاير في الفرن وتابعتها من وقت للتاني، بلففها وادورها كده لحد ما تتحمر، واشغل الشواية عليها لحد ما تاخد لون ذهبي. بعد ما تخرج من الفرن مباشرة بغطيها عشان تبقى طرية. رصيتها كده في طبق التقديم زي الفل ما شاء الله، طرية وغنية واقتصادية، حاجة ما شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك لو اول مرة تزوروا القناة.